تعالَ أقول لك على أكتر حاجة ناس كتيرة جدًا مش بياخدوا بالهم منها وهُم مركّبين تقويم لأسنانهم. التقويم حاجة مهمة جدًا لشكل أسنانك علشان يعدلها ويخلّي شكلها جميل، لإنك بعد كل وجبة محتاج تغسل أسنانك والموضوع ده مش اختياري، ده أساسي وحاجة في غاية الأهمية. والكارثة إنك ساعات كتير جدًا بتحس إن ما فيش بواقي أكل حوالين أسنانك، لكن للأسف الشديد بواقي الأكل موجودة وأسنانك قاعدة تسوِّس وأنت مش واخد بالك. يعني تخيّل كده إنك بتقضّي شهور أو سنين وأنت بتعالج أسنانك وترصها علشان بعد التقويم يبقى شكلها جميل، وفي الآخر تفُك التقويم تلاقي أسنانك كلّها مسوّسة وشكلها سيء جدًا وما استفدتش أي حاجة إن هي بقت مرصوصة وفي مكانها الطبيعي. عشان كده غسيل الأسنان بعد كل أكلة ده مش اختيار، ده شيء أساسي جدًا لا مفر منه. خُد فرشتك معاك حتى لو خارج برّه البيت ساعتين، وخلّي دايمًا معاك الفرشة الصغيرة بتاعة التقويم اللي هتقدر تعدّيها تحت الواير ما بين السنان وبعضها، عشان تتأكد إن كل زاوية في الأسنان أنت غسلتها وغسلتها كويس جدًا، جدًا. طب فكّر فيها معايا كده، أنت بتدفع وقت ومجهود وفلوس علشان في الآخر خالص شكل ابتسامتك يبقى جميل، فما ينفعش تيجي تهِد كل ده بإهمال بسيط جدًا، جدًا، وهو إنك مش عايز تغسل أسنانك بعد كل وجبة. فالتقويم هيعدل شكل أسنانك، لكن نضافتك واهتمامك بأسنانك في الغسيل هو اللي هيحافظ لك على أسنانك عمرك كله وعلى أطول فترة ممكنة سليمة وشكلها جميل وبيضة وزي الفل. فلو أنت مركّب تقويم الفيديو ده مهم جدًا ليك، ولو تعرف حد برضه مركّب تقويم ابعت له الفيديو ده، لإن أنا متأكد زي ما أنت متأكد بالضبط إنه ساعات كتير جدًا بيكسّل ومش بيغسل أسنانه. ما تنساش تعمل follow لو أنت على الفيسبوك أو الإنستجرام، وsubscribe لو أنت متابعنا على اليوتيوب. كان معكم دكتور عبد السلام محمد، وإلى اللقاء.